السلام، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبأتم الصحة. غبرت عليكم ورجعت معكم فيديو جديد. اليوم غنتقسم معكم طريقة تحضير مملحات أو فقيقسة عاشوراء، 4 ديال الأشكال بعجينة وحدة، كيجيو مقرمشين ولذاذ وبطريقة سهلة. نتمنى الفيديو يعجبكم وما تنساونيش من لايك وبارطاج لي الفيديو باش تعمل فائدة. وكيف العادة نبداو بالصلاة على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله على بركة الله. نتعرفوا على المكونات والطريقة ديال التحضير. عندي 2 ديال الفرماجات مثلث، وعندي واحد ياغورت طبيعي بدون سكر من فئة 110 غرام، كان عندي في المجمد. وغنحتاج معلقة صغيرة من صوص الصوجة، وغنحتاج شوية من الصلصة الحارة على حسب الذوق، وغنحتاج واحد نص خمارة ديال الحلوى من فئة 7 غرام او معلقة صغيرة، وغنحتاج معلقة صغيرة من الخردل المطارد، وغنحتاج واحد نصف كوب ديال العنبة ديال زيت زيتون، وغنحتاج معلقة صغيرة إلا ربع ديال الملح، وكيبقى حسب الذوق، او معلقة صغيرة ديال الهريسة، وواحد البيضة، وغنحتاج الزعتر للتنسيم، ما غنحتاجوش دابا في العجين، غنخليه حتى من بعد. وغنحتاج نصف معلقة صغيرة ديال العطرية ديال الدجاج، شاورما الدجاج، وغنحتاج واحد نصف معلقة صغيرة من بودرة البصل، ونصف ملعقة صغيرة ديال بودرة الثوم. بالنسبة لبودرة الثوم مع بودرة البصل عندي فيديو في القناة الطريقة ديال التحضير ديالهم، فدابا الصيف وجدوهم غينفعوكم. وغنحتاج الدقيق على حسب الخليط. المهم غنقول لكم شحال غياخد مني العجين في الاخير. ودائما بالنسبه لهاد المنكهات كلهم باش كنكهو هاد العجينه، بحال البودره ديال البصل والثوم والعطريه ديال الشاورما والمطارد والهريسه، لما كانت شي حاجه ماشي مشكل ما ديروهاش، وإلا كانوا متوفرين من الاحسن فهما كيزيدونا للذة العجين. صافي في قصعه فانا وضعت البيضه والملح والعطريه ديال الدجاج مع بودره البصل وبودره الثوم، وكنزيد شويه ديال الهريسه، وغنزيد شويه من الصلصه الحاره، وهنايا كنزيد 2 ديال الفرماجات، وكنزيد واحد المعلقه صغيره من صوص الصوجه ومعلقه صغيره ديال المطارد، وغنزيد واحد ياغورت طبيعي كان عندي في المجمد. كنبدا نخدم المكونات ديالي كلهم مزيان، ممكن تخدموا غير بيديكم، فانا خدمت بالخلاط اليدوي والمعلقه. صافي هنايا غنستعمل يديا، وكنزيد نص كوب ديال زيت زيتون، وكنزيد 125 غرام ديال الزبده للذة ديال التوريق، فانا ذوبتها وخليتها بردات، عاد كنزيدها وكنبدا نضيف الدقيق على حسب الخليط. هنايا ضفت واحد 100 غرام او واحد الكوب ديال العنبه، وزدت واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. صافي وكنبدا نضيف الدقيق بالتدريج. المهم العجينه كيخصها تجينا ما مرخوفاش وما قاصحاش بزاف. كنبداو نضيفوا الدقيق حتى ما كتبقاش تلاصق وكتجمع. صافي وكنحبسوا، وغتشوفوا معايا قوام العجينه. فانا دخلت في العجينه 500 غرام ديال الدقيق. صافي وغنكتفي، وكيبقى دائما على حسب النوعيه ديال الدقيق ممكن تزيدوا او تنقصوا. غنقسمها مباشره على 4 ديال الاشكال ديال المملحات. هنايا صافي قديتهم في السلوفان، وهنايا خليت واحد الجزء الاول غنوضعو فوق سطح العمل بالاستعانه مع شويه ديال الدقيق. صافي وغنبسطو. هنايا غير كنبسطو وغنشكلو على شكل مربع باش يتقاد ليا. بهذا الشكل. صافي وغنبدا نبسط فيه. صافي نحاول نرقق ما امكن. هنايا صافي رققته، وغناخذ واحد المعلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحك او الطماطم المركزه مع معلقه صغيره ديال الحار الصلصه الحاره، وكنخلطهم مزيان وكندهن بهم المربع ديال العجين كامل حتى خليت واحد شويه اللي غنخليه في الاخر.
ودهنته غير بالبياض ديال البيض. من بعد ما روليت العجين وانايا كنزير حتى بقى داك شويه، وكندهن الجانب بالبياض ديال البيض وكنسد. صافي وضعته في السلوفان وحطيته في المجمد باش يبرد مزيان. عاد نقطعه، جهد واحد نص ساعه ومريت للشكل الثاني من العجين. وضعت واحد المعلقه صغيره ديال التحميره وشويه ديال الصلصه الحاره ومعلقه صغيره ديال الهريسه. واكيد اللي ما كياكلش الحار ما يديرهاش، وليداتي كيعجبهم الحار وما كيجيش حار بزاف. صافي وكنحاول ندخل مزيان هاد المكونات في العجينه. وحتى هنايا مع الاسف تقطع ليا التصوير وما كنتش عارفه. صافي كانوا باقين عندي جوج ديال الكرات ديال العجين، وحده نسمتها بالزعتر وحده خليتها عاديه، وخديتهم كاملين كنبسط كل وحده وكنشكلها على شكل مربع بحال مسمنه، وكنديرها في السلوفان وكنخليها ترتاح. وهنايا ما تحتاجوش القطاعات، ممكن تكون عندكم غير الجراره مع القطاعه ديال البيتزا، او لا هاد الاقماع هادو بحال هاد القمع، او لا هذا اللي كيكون عادي سامبل، او لا اللي مسنن، وكتقطعوا بهم بعد ما كتبسطوا العجينه. المهم تشكلوا المملحات على الشكل اللي بغيتو، او لا تقطعوهم غير بالقطعه ديال البيتزا على شكل اصابع او على شكل مثلثات او مربعات. صافي المهم انايا غنستعمل هاد جوج ديال القطاعات، وغنستعمل حتى القطعه ديال البيتزا. صافي غناخذ هاد المربع ديال العجين اللي خليته ما نسمتوش، يعني غير داكشي باش نسمت العجين في الاول وكيجي لذيذ. صافي كنستعمل بواحد شويه ديال الدقيق وغنبسط العجين ديالي مزيان على شكل مربع او مستطيل، ماشي مشكل. صافي رققت العجين ديالي ما امكن. وهنايا خديت هاد القطعه الدائريه، فهي كتشرى غير بدرهم، او لا قطعوها غير بكاس او لا قمع كيف ما قلت لكم. ديك الدائره ديال القمع اللي كنقطعوا به على شكل دائري بحال هكا. صافي كنستف القطع اللي قطعته، وداكشي اللي بقى ليا عاوتاني كنعاود نخدمه ونخليه يرتاح. عاد كنبسطو عاوتاني ونقطعو. وهنايا هاد العجين نسمتو بالزعتر كيف ما قلت لكم. تقطعت ليا ديك اللحظه ديال التصوير فاش كنت كنسم بالزعتر، فانا غير زدت الزعتر فوق الكره ديال العجين وبديت كندخلو حتى دخل ليا في العجين. صافي وهنايا بديت كنقطع عاوتاني بهاد القطاعه اللي على شكل دميعه. صافي كنبدا نقطع بعد ما رققت العجين، وكنبدا نستف اللاطه ديال الفران اللي مفرشه بورق الطبخ. وهنايا هذه هي اللي نسمت بالتحميره والهريسه والصلصه الحاره. ممكن انكم من الاول تبسطوها فوق ورق الطبخ. المهم العجينه عندي شاده راسها، ماشي مشكل، كنبسطها وعاد نديرها فوق الورق ديال الطبخ، ما عنديش مشكل. اما بالنسبه لكم الا بغيتو تبسطوها من الاول فوق ورق الطبخ. وهنايا كناخذ بيضه كان عندي في المجمد. دائما ملي كيبقى ليا شي بيضه كنطرفو في المجمد حتى كنحتاجو كنحيدو. صافي حتى كيطلق. وهنايا دهنت به المربع ورشيت شويه ديال البافو فوق داك البياض ديال البيض فوق الوجه كامل ديال المربع. وبديت كنقطع بالقطعه ديال البيتزا على شكل اشرطه بهذا الشكل. صافي كنقطع المربع كامل وكنعاود نقطعه باش يجيوني على شكل اشرطه قصار كيف ما موضح في الفيديو شرح نفسه. وبالنسبه لهاد الاشكال بجوج كندهن عاوتاني بالبياض ديال البيض. دائما كندهن غير واحد الكميه باش ما كينشفش ليا داك البياض ديال البيض. صافي وكنوضع الزريعه ديال نوار الشمس، وعاوتاني كندهن الشكل الاخر وكنوضع الزريعه ديال القرعه. صافي كيكون هذا هو الشكل ديالهم. ودائما ملي كنوضع الزرارع كنبدا نضغط بيديا باش كيشدوا كيقيسوا داك البياض ديال البيض باش كيلصقوا. وهنايا بعد ما طيبت اللاطه الاولى كانوا فيها هاد جوج ديال الاشكال، وباقي شويه من الشكل اللي على شكل دميعه باقي في الفران كيطيب. صافي وجبت هاد الشكل اللي كيجي دائري من المجمد. صافي وكنبدا نقطع دوائر وكنحاول انني نرققهم باش كيجيونا مقرمشين ولذاذين. واكيد كندخلوا دائما المملحات الفران. انا طيبت في ديال الغاز، سخنته مزيان على نار مهيله من الفوق حتى كيتحمروا من التحت، وكنردهم يتحمروا من على الوجه ديالهم. وهنايا ساليت طيب ديال المملحات الاشكال بربعه كيجيو غزالين ومقرمشين. والريحه في الكوزينه ما نقول لكمش. ديك الريحه
اللي طالعه منهم كتشهي. ما شهيتكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا فيه، وما تنساونيش من تشجيعاتكم اخواتي باش نستمر. الله يجازيكم بالخير. كيكون هذا هو الشكل النهائي، واكيد غنقطع معكم كيف ديما الاشكال بربعه ونسمعكم القرمشه. فانا كنوضعهم في التبصيل باش تسمعوا القرمشه، كيجيو مقرمشين ولذاذين ما تشبعوش منهم، ودغيا كيوجدوا ساهلين. فجربوهم بصحتكم وراحتكم، وما تنساونيش من تشجيعاتكم. الى اللقاء.